كانت لو انت شقتك صغيره او انت مش هتعملي نيش اصلا، ايه الاطقم اللي ممكن تستغني عنها للنيش تماما؟ اول حاجه فيهم وهي طقم الصيني. طقم الصيني معظم البنات او العرايس بتجيبه علشان خاطر تحطه في النيش. يعني تقريبا احنا عندنا في مصر ما عندناش ثقافه استخدام الطقم الصيني قوي، مع ان بالعكس طقم الصيني لو هو من بورسلين هيبقى طقم حلو جدا في التقديم وطقم حلو جدا في الاستخدام كمان، لانه هيبقى حراري بورسلين هيتحط على النار ويخش الفرن. لكن احنا في الغالب بنجيب الصيني عشان خاطر نحطه في النيش بس. ادي طبعا طقم الصيني اول حاجه احنا ممكن نستغنى عنها، لان هي من اللطم اللي مش اساسيه وكمان سعرها غالي، فبالتالي لو انت مش هتعملي نيش فما تجيبيش الصيني. دي اول حاجه. تاني حاجه وهي طقم الفطار. طقم الفطار طبعا احنا مش بنفطر بيه، هو احنا بنجيبه كطقم ديكور بنحطه في النيش بس، لكن هو برده نفس الفكره ونفس المبدا، هو طقم بورسلين حراري المفروض ان احنا نفطر بيه الصبح، نجيب الباتيه والكرواسون والكلام دوت ونفطر الصبح شاي بلبن والكلام ده. احنا ما عندناش كده، احنا بنصحى الصبح نفطر فول وطعميه وجبنه والحاجات العاديه خالص، فبالتالي احنا بنجيبه نحطه في النيش. طبعا طقم الفطار بيبقى عباره عن 24 قطعه، اي طقم فطار 24 قطعه، و90 او 99% من العرايس بتجيبه علشان خاطر تستخدمه في النيش. فده تاني حاجه، لو مش هنعمل نيش ما نجيبش طقم فطار. اما بالنسبه للحاجه الثالثه وهو طقم الاركوبايركس. طقم الاركوبايركس بتبقى الوانه ملفته والوانه شاذه قوي، فبالتالي بنجيبه ونحطه في النيش. زائد ان هو طقم مش عملي ومش افضل حاجه للمطبخ، هو ممكن يستخدم بس عمره الافتراضي هيبقى مش هيتجاوز 3 5 سنين وهيبدا يقشر. ده ليه بقى؟ لان طبعا طقم الاركوبايركس يا جماعه هو عباره عن طقم ازاز حراري تمام وكل حاجه، بس عليه طبعه من بره، والطبعه دي بتبقى كمبيوتر. مع الوقت بتبدا اللون ده يتاثر مع استخدامه في الميكروويف او غساله الاطباق او غيره، بيبدا اللون ده يبهت او يروح خالص، فبالتالي هو مش من افضل الحاجات للمطبخ. فبالتالي احنا عندنا 3 تطقم لو مش هنعمل نيش هنستغنى عنهم، وهو الصيني وهو طقم الفطار اللي هو الشاي والجاتو او طقم الاركوبايركس. كده احنا وفرنا 3 تطقم مش هنجيبهم للنيش في حاله مش هنعمل نيش. طب هنجيب ايه يا رؤوف للمطبخ؟ اللطم بقى اللي هنجيبها للمطبخ وهتبقى اطقم عمليه جدا ونعرف نستخدمها وتعيش معانا عمر طويل، ده اللي هنقوله في الفيديو الجاي. بس اتمنى ان احنا نعمل لايك ونعمل شير عشان خاطر الفيديو ده ينتشر وعرايس كتير تبقى فاهمه وهي بتشتري. سلام.